اليوم البنات غادي نبارطاجي معكم واحد الكريم خطير في التبييض، تيعطي نتائج خياليه في تبييض البشره، في ازاله التجاعيد، كذلك يعني في توحيد لون البشره. هذا الكريم بالبطاطا وبذور الكتان، صدقوني انكم غادي تجربوا هذا الكريم غادي ترجعوا تشكروني عليه. ولاول مره غادي نبارطاجي معكم هذا الكريم، ولاول مره غتشوفوا هذه الوصفه. وحصريا الا عندك اختي التجاعيد غادي تولي تباني بنت 16 ولو كنتي يعني السن ديالك يعني تجاوزتي ال40، غتبقى البشره ديالك دائما تبان مجبده، دائما تباني صغيره. الكلف كيتحيد، الاثار ديال الحبوب، تصبغات، المشكل ديال السواد اللي كيكون حول الفم، كذلك السواد اللي كيكون في الجسم. اي منطقه عندك فيها تصبغات غتستعملي لي هذا الكريم غادي تزول التصبغات وغادي تختفي من اول استعمال. وصفه رهيبه وكنتمنى ويا ريت انكم تجربوها لانها غادي تصدمكم النتيجه. يعني كتعطي واحد البياض، واحد الاشراقه من اول استعمال، كيبان لكم واحد الفرق شاسع، يعني كتعطي نتيجه يعني مبهره من الاستعمال الاول. هاد الوصفه بمكونات ساهلين وبساطين عندكم في الدار، يعني غير الا ما بغيتوش تحيدوا العجز وتجربوا لي الوصفه وتتهلاو ليا في راسكم البنات. يعني بابسط المكونات، ماشي ضروري يكونوا عندنا شي مكونات اللي تكون فيهم تكلفه نقلبوا على هذا المكون وهذا المكون، لا، هذه وصفه بسيطه غير من الدار. غادي نبداو الوصفه ديالنا. غير ما تنسونيش الكبيدات ديالي من اللايكات ديالكم الفيديو، باشكم تخليو لي التشجيعات ديالكم وتخليو لي البصمه ديالكم ديال لايك تكون حاضره في هذا الفيديو هذا، وكذلك بارطاجيوها هذه الوصفه مع صحاباتكم، مع الناس اللي تتعرفوا. وغادي نبداو كما كتشوفوا معايا. عندنا اول مكون اللي هو البطاطا، كنغسلوها من طبيعه الحال، كنقشروها وكنحكوها هكا في الحكاكه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. فغادي نستعملوا بطاطا تكون حجم يعني متوسط كما كتشوفوا معايا، وممكن ديروا كميه اكثر على حسب اللي بغيتوا نتوما. هنا من بعد ما حكيت هذيك البطاطا كامله كما كتشوفوا معايا، انا رجعت معاكم. غادي دابا ندوزو لطريقه التحضير ديال هذه الوصفه. هذا كريم البنات، كريم رائع ويعني اقل ما يقال عنه يعني روعه روعه روعه، من اقوى الوصفات المبيضه يعني اللي ممكن تستعملوها، وطبيعيه وكتعمل على علاج التجاعيد والترهلات ديال البشره. يعني الا كانوا فيك التجاعيد كثارين فهاد الوصفه بحال البوتوكس، يعني كتعمل على شد البشره، كذلك يعني كتعطي التفتيح وكتعطي التبييض. كناخذوا ديك البطاطا تنديروها في واحد الكاسرونه كما كتشوفوا معايا هكا في الفيديو. من بعد مثلا نديروا البطاطا، غادي ناخذوا هنايا كاس ديال الحليب، يعني بطاطا هكا متوسطه مع كاس ديال الحليب، هانتوما كي كتشوفوا معايا. كنضيفوا عليها الحليب بهذا الشكل هذا، وغادي نديوها على النار، غير النار تكون ناقصه بزاف. الا شفتوا ديك البطاطا بحال تشربات لكم شويه، زيدوا شويه د الماء ماشي مشكل صافي. يعني تزيدوا واحد نص كاس د الماء. الا بانت لكم يعني شربات لكم بزاف يعني جهدتوا عليها النار ولا شي حاجه، ممكن تضيفوا القليل من الماء حتى يعني كطيب ديك البطاطا، تطيب كتولي واجده. نتوما كي كتشوفوا معايا كتولي بهذا الشكل هذا. فانا هنا خليتها واحد المده وضفت ليها واحد شويه د الماء، واخا ما صورتش هذيك اللقطه ولكن راه ضفت شويه د الماء. المهم تخليوها تطيب بحال هكا مده تقريبا 20 دقيقه. هنا نار تكون شويه ناقصه. من بعد ما طابت ديك البطاطا نتوما كي كتشوفوا معايا تطيب مزيان، هذا هو الشكل ديالها. دابا غناخذوا واحد الصفايه وغادي نصفيو هاد الكميه هذه كامله، غادي نتحصلوا على واحد الخليط اللي نوعا ما يعني على شكل كريم كما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كنصفيوها كامله، وهذا الشيء اللي كنصفيو كنديروه في واحد السلافه. غادي نقول لكم شنو غادي نوجدوا به وغادي نستمر حتى نكمل. المهم هانتوما كي غتشوفوا معايا البنات اللي جديده معايا في القناه، تنقول يا مرحبا بك. الا عجبك المحتوى اللي تنقدم ما تنسيش الانضمام للعائله ديالنا وفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. واللي بغات يعني شي وصفه مرحبا خليوها لي في التعليقات، ان شاء الله نشاركها معكم البنات. غنقرا التعليقات ديالكم وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على اي حاجه كتخليوها ليا الله يخطيكم. شكرا لكم بزاف بزاف، الله يخليكم ليا كبيدات. هنا كما كتشوفوا معايا انا غادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه، ومن
من بعد ما كملت انا رجعت معاكم. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه من بعد ما صفيت هذيك الكميه اللي حضرت معاكم. هذا هو داكشي اللي صفيت، يعني اللي بقى ليا في الصفايه درته هنايا، وغتشوفوا معايا غنحضروا به واحد الوصفه اللي زوينه بزاف. هنا غناخذ واحد حك ديال شي كريم ولا شي قريعه هكا ديال الزاج اولا اي حاجه اللي كتكون كتسد من طبيعه الحال. غادي نفرغوا فيها هذا الخليط هذا اللي صفينا ديال البطاطا اللي وجدنا مع الحليب بهذا الشكل. وهاد الوصفه البنات صدقوني كتعطي بياض للبشره، حتى ولو كان وجهك حالته كله كلف كله حبوب كله يعني تصبغات، فكديري هاد الوصفه غتبقي غير كتشوفي في المرايه، يعني البشره ديالك غتولي بيضه، يعني كتولي صافيه وكتنقى. يعني غير جربوا لي الوصفه وانتم غتشوفوا النتيجه، يعني بلا ما انا نشكر لكم الوصفه غتشوفوا النتيجه بعويناتكم البنات. هنا كديروها كما قلت لكم في شي قرعه وكتبداو تديروها في الثلاجه، كتبقى مده اسبوع، كتبقاو كتجبدوا ديك الكميه اللي حضرتو وكتاخذوا منها القياس اللي بغيتو وغتشوفوا معايا اشنو غادي نديروا به. فهنا انا وريتكم يعني غادي تحتفظوا بها بحال هكا. ودابا غنحضروا الكريم ديالنا، فانا درت هنا في القرعه غير باش نوريكم انكم غتحتفظوا بها في الثلاجه، وملي تبغيو تستعملوها غتستعملوها بهذه الطريقه، يعني غتاخذوا منها ديروها في شي زلافه القياس اللي غادي يكفيكم على حسب نتوما غتشوفوا البلايص اللي غديروا، واش غير الوجه واش العنق واش، يعني على حسب انتي البلاصه اللي غتستعملي ليها هذه الوصفه. كتاخدي اختي زرعه الكتان اولا بذور الكتان اللي هي غنيه عن التعريف ومن اروع المكونات اللي كتعطي التبييض وفي نفس الوقت يعني كتحارب لنا التجاعيد وكتحفز لنا الماده يعني ديال الميلانين وكذلك يعني الكولاجين في البشره على انه يعني كيبقى خدام. فهنا غادي ناخذ بذور الكتان، انا طحناه هنا من قبل كما كتشوفوا معايا البنات. كتاخذوا شويه بشويه وكتخلطوه مع ديك الخليط اللي غتكونوا موجدينه يعني ديال البطاطا مع الحليب. غتاخذوا شويه وكتضيفوا عليه ديك زريعه الكتان على حسب، يعني كتضيفي شويه وكتخلطي حتى كيولي لك الخليط على شكل كريم كيف ما كتشوفوا معايا. دابا من بعد غادي نخلطو مزيان حتى يولي ليا على شكل يعني كريم كما كتشوفوا معايا بحال هكا. وغادا نزيد دابا شويه مازال خفيف، كتضيفي هكا زريعه الكتان غير هي طحنوها واستعملوها هكا باش كتبقى محافظه على داك الزيوت ديالها وكتبقى محافظه على الفوائد ديالها، يعني ماشي طحنوها وتخليوها واحد السيمانه ولا جوج تبقى عندكم وعاد تستعملوها، لا طحنوها واستعملوها دائما طحن القياس اللي غادا تستعمليه في ديك الوقيته هكا باش البشره ديالك تستافد لك من هاد يعني الوصفه. فهذه هي الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا كتجي بهذا الشكل هذا. دابا غناخذوا انا غنستعمل هنا زيت الارغان، ممكن تستعملوا زيت اللوز، ممكن تستعملوا زيت السمسم، ممكن تستعملي اي زيت كتستعمليه للبشره ديالك، زيت مرطب اي حاجه عندك غتستعمليها، يعني اي زيت عندك. ممكن ما عندك حتى شي زيت ديري زيت الزيتون، زيت الزيتون حتى هو مفيد بزاف. فهنا غندير قطرات من زيت الارغان، غنخلط الماسك ديالي مزيان، يعني اخر حاجه هي الزيت غادي تضيفيها تخلطي الماسك مزيان. بالنسبه للزيوت راه مفيده للبشره خصوصا البنات في هذه الوقيته هذه، لان هذا الوقت البشره كتنشف لينا، الوجه ديالنا كيولي ناشف كيولي كيتقشر، البشره كتولي كتشقق وكذلك كتعرض للتجاعيد، يعني كتنشف بزاف. فضروري الترطيب للبشره، الترطيب مهم في هذا الفصل هذا ديال البرد وديال الشتاء، ضروري الترطيب. فهذه هي الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخليوها على جانب وغنمروا نعطيكم وصفه يعني بهذيك البطاطا اللي غتبقى، فضروري غنستعملوا بها وصفه يعني ما غاديش نضيعوها، غنستعملوا بها وصفه هي رائعه، يعني غير باش ما نضيعوش هذا الشيء غنحضروا به واحد الوصفه. ولكن الوصفه اللي بغيت نبارطاجي معكم هي الوصفه هذه ديال بذور الكتان والبطاطا، وهذه حتى هي يعني ما غاديش نستغناو عليها لان هاد البطاطا حتى هي زوينه بزاف. يعني غادي نستعملوا بها واحد الكريم اللي هو يعني غنضيفوا ليها الخرقوم البلدي يعني ديال العرق يعني ديال الطياب، غير هو يعني كتكونوا نتوما طاحنينو يعني عارفين واشنو فيه، كتستعملوا البشره ديالكم بدون تخوف. كتضيفوا واحد شويه ديال الخرقوم اولا الكركم طبيعي
كتضيفوه على البطاطا وكتخلطوه مزيان. هذا ماسك لتوحيد لون البشره، لازاله الكلف، لازاله الحبوب والاثار ديال الحبوب، كذلك التصبغات ديال البشره، وكيعطي التبييض وكيعطي التفتيح في نفس الوقت. هاد الكريم اللي حضرنا ديال الخرقوم كديروه من 10 ل 20 دقيقه وكتغسلوا البشره ديالكم. وكذلك بالنسبه للجسم، يعني ممكن ديروه حتى الجسم ديالكم. هذا زوين بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غندوزو لهذا الكريم هذا اللي عطيتكم ديال بذور الكتان اللي حضرنا من قبل. هذا شي حاجه اللي طوب البنات، وشي حاجه اللي زوينه، يعني كتعطي نتائج يعني مبهره بالنسبه لشد البشره، كتجبد لك الوجه بزاف. يعني اللي شافتك غادي تسولك على السر اشنو كديري. تتاخدي هذا الكريم كيف ما قلت لكم، تديروا في الثلاجه وكتبقاو تجبدوا، تاخذوا منه القيس اللي بغيتو، تخلطوه مع زريعه الكتان، ضيفوا ليه شي زيت عندكم، وغتستعملوه ماسك للبشره ديالكم. غتخليوه من 15 ل 20 دقيقه وغتغسلوا البشره ديالكم. غديروه بشكل يومي البنات، بشكل يومي، وجهك غادي يولي منور، غادي وجهك يولي تيحمق. يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف، وغتعطيكم يعني واحد النضاره، واحد ليكلا، واحد التفتيح يعني 10 درجات للبشره. كذلك يعني ما كيخليش الكلف هذا الماسك، وما كيخليش التجاعيد، يعني كيجبد البشره 100%. كما كتشوفوا معايا كتطبقوا بهذا الشكل هذا، وزوينه البنات بزاف. غير هي ضروري في شي حاجه اللي تكون كتسد، احتفظوا به باش هكا ما يخسرش ليكم وما يدخلوش داك البرد ويدخلوا الميكروبات. يعني ضروري يكون مسدود هكا. وغديروا مده اسبوع وردوا عليا الخبر البنات. يعني من اول استعمال تيبان لك الفرق وكتبان لك النتيجه يعني زوينه، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. واحد الشيء اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هذا الكريم هذا تجربوه، تردوا عليا الخبر في اقرب وقت في الزينات ديالي. وشكرا لكم على المتابعه، تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وفي امان الله.